اهلا وسهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. عملت لكم النهارده سلايم تحفه من صلصال الفوم، ودي اول مره اعمل فيها سلايم بصراحه، لكن طلع ناجح وعملته ب3 مكونات بس من غير غيره او بوركس او صابون او رغوه صابون حتى. هيطلع معاكم تحفه زي ما انتم شايفين كده، قوامه فلافي وناعم جدا جدا، وهيظبط معاكم ان شاء الله. وهعلمكم كمان ازاي تطلعوه مش بيعجن ومش بيلزق معاكم كتير. شوفوا ازاي عملته بالتفصيل. هنحتاج طبق او اي سطح نغطيه بكيس بلاستيك عشان نشتغل عليه. بعدين هنحتاج صلصال فوم، استخدموا اي لون انتوا حابينه، وكمان تقدروا تضيفوا له مركزات الوان او الوان اكريليك لو عايزين تغيروا من لونه. فردته بالشكل ده عشان احطه جوه الطبق بتاعي. اول مكون بقى هنضيفه هو الميه. ضروري ما تضيفوش ميه كتير مره واحده لان ده ممكن يخليه يعجن ويسيل بزياده منكم. فبدأ كان ان انا اضيف بالتدريج. ضفت شويه الاول، بدأت ان انا اخلط الميه مع الصلصال بالطريقه دي كويس قوي. واهم حاجه ان احنا نفضل نعجن كتير في السلايم عشان ده هيخليه يطلع كويس معانا وهيطلع قوامه حلو جدا. بضيف شويه كمان من الميه وبكمل عجن بنفس الطريقه بالظبط. تاني مكون معانا هو لوشن الايدين ده. هبدأ كده ان انا هضيف منه شويه، يعني مش كتير قوي ومش قليل قوي، عشان الهدف منه ان هو يخلي لنا السلايم طالع كده زي المارشميلو تقريبا، او يطلع يعني قوامه فلافي شويه. دلوقتي بقى ضفت زيت الشعر او زيت الاطفال. يفضل انهم متستخدموش زيت الطعام لانه حاسه بصراحه انه ممكن يجيب حشرات، فنستخدم احسن زيت زي ما انا استخدمت كده اللي هو بيكون بتاع الشعر ده. ضفت شويه ميه وشويه زيت وبدات ان انا اخلط بالطريقه دي. طبعا انا كنت ورا الكاميرا بعجنه كتير جدا جدا علشان يظبط معايا. ضفت برضو شويه زيت وميه. طبعا يعني ضفت كتير قوي زيت وميه، يعني طول العجن بنضيف شويه ميه وبعدين شويه زيت علشان يظبط قوامه معانا. الطريقه اللي انتوا شايفينها دي بضيف زيت بعدين بكمل عجن. واتفرجوا بقى على روعه القوام اللي احنا وصلنا له، بجد في منتهى الجمال. مش قادره اقول لكم قد ايه ملمسه تحفه في ايدي. حقيقي سهل جدا وبسيط وعملناه من مكونات متوفره في كل بيت. الكريم او اللوشن اداله قوام مطاطي، وطبعا الميه ادت له ملمس ناعم، والزيت اداله لمعه. مش عارفه بصراحه هي اللمعه باينه في الكاميرا ولا لا، بس هو في الطبيعه يعني طالع بيلمع كده وحلو قوي. هو آمن للأطفال بس يكون عندهم أكتر من 3 سنين. بجد سهل جدا وبسيط، مخدش مننا وقت زي ما انتوا شفتوا كده. لحد دلوقتي بصراحة مش قادرة أفهم هو ليه مش بيعمل معايا أصوات، بسمع علينا يعني. المهم إن قوامه طالع حلو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى مفيش تشققات ولا أي حاجة، طالع ناعم في منتهى النعومة زي ما انتوا شايفين كده. سهل جدا وبسيط. وطبعا ما ينفعش اسيبه كده، اكيد ضفتله جليتر كتير جدا، يعني بصوا ضيفوله جليتر كتير ما ترحموش. بدأت كأن انا بقى اخلطه مع السلايم بالطريقه دي. بجد لمعته تحفه زي ما انتوا شايفين كده. حقيقي في منتهى الجمال. انا مبطلتش لعب بيه بصراحه. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو وشيروه لاصحابكم عشان ينبهروا. وطبعا بعد ما تخلصوا لعب بيه لازم نحطه في علبه محكمه الغلق علشان ما ينشفش، شأن الصلصال بالظبط. وبس كده، مع السلامه.